بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المكان هنايا كانت فيه معركة شهداء أحد. هنايا كانت 3000 مقاتل مقابل 1000 مقاتل من المسلمين، وانسحب منهم 300، قعدوا 700 من المسلمين مقابل 3000 من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحمي المدينة ما قعدش وسط المدينة، خرج من المدينة واختار هذا المكان. والخطة اللي دارها النبي عليه الصلاة والسلام وش هي؟ اختاروا هذا المكان لماذا؟ لأنهم حبوا يحموا ظهورهم جبل أحد. المسلمين وش دار النبي عليه الصلاة والسلام؟ دار لهم خطة، قال لهم نحموا ظهورنا بجبل أحد، يعني ماهوش راح يطلع لك العدو من ورا من الجبل. وقعدوا هنايا اصطفوا هنايا المسلمين واختار منهم 50 واحد، قال لهم اطلعوا في جبل الرماة. ها وين جبل الرماة اللي هاز شادين الشاب؟ هذو الرماة ايش قال لهم؟ قال لهم ما تنزلوش ولو حتى رأيتم الطيرة تلتقطنا. قال لهم حتى وتشوفوا الطير تاكل فينا ما تهبطوش من الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام لما المسلمين هنا شافوا انهم انتصروا في المعركة، عساوا امر النبي عليه الصلاة والسلام وهبطوا ونزلوا على واش؟ باش يشاركوا في الغنائم. قال لك باش يشاركوا في الغنائم. هنا يا خالد بن الوليد كان لسه ما دخلش الاسلام. واش دار خالد بن الوليد؟ كان خلف التله هذه اللي هو خلف جبل الرماة، كي نزلوا هذول واش دار؟ عاود دخل. كي دخل ولا هو مشوار جبل تاع احد. يعني الخطه اللي كان دايرها النبي عليه الصلاه والسلام انك باش تحمي ظهرك من العدو وتخلي العدو قدامك، وتزيد دير له 50 واحد من الرماة. وهنا يستشهد حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو سيد الشهداء. والواد هذاك اللي قبل قلت لكم شوفوه في عينه، هذاك المكان هم اللي استشهدوا فيه الشهداء. 70 من الشهداء من خيرة الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم، هزوا الرفات تاعهم ونقلوهم جابوهم للمقبره هاي من هنا. هذوك البلاكات اللي تشوفين هذو ها هم كاينين مكتوبين بجميع اللغات. حنا نروحوا نوقفوا عند تاع اللغه العربيه اللي مكتوبه باللغه العربيه. وكما قلت لكم النبي عليه الصلاه والسلام قال نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. حنا نروحوا نسلموا على الشهداء وندعو لهم بالرحمه والمغفره، ومباشره نرجعوا للحافله ان شاء الله ما نطولوش. حبس